بيبدأ المسلسل بتوماس شيلبي وهو واقف في الكنيسة في مدينة برمنجهام يوم جوازه، وبيكون واقف جنب اخوه ارثر ومعاه بقية عيلته، وبيدخل الكنيسة قائد انجليزي ومعاه العروسة كولي امرها وبيسلمها لتوماس، وبنكتشف ان العروسة دي هي جريس، وبيقفوا الاتنين قدام القسيس عشان يبدأوا مراسم الجواز. ولما بينتهي القسيس من المراسم بيسقف لهم الناس كلها، وبيخرجوا كلهم عشان ياخدوا صورة للمناسبة دي، وبعدها بيتحركوا كلهم للقصر بتاع توماس عشان يحضروا حفلة الجواز. وقبل ما نكمل، ده الموسم الثالث من بيكي بليندرز، واللي ما اتفرجش على بقية المواسم هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. وبنرجع لتوماس يوم جوازه بجريس بعد سنتين من احداث الموسم الثاني، وبيكون عيلة شيلبي وعيلة جريس كلهم موجودين في الحفلة، وبيجتمع توماس وبقية العيلة وبيعرفهم ان النهارده يوم مقدس بالنسبة له، وعلشان كده طلب منهم ما يعملوش اي شغب وما يحاولوش يدخلوا في اي مشكلة مع عيلة جريس، واللي بتكون كلها عساكر وظباط انجليز. وبعد كده بيروح توماس يتكلم مع جريس، وهنا بنعرف ان جريس كانت متجوزة لكن جوزها مات بسبب المرض، وبعدها رجعت لتوماس واعترفت له انها لسه بتحبه، ولان توماس هو كمان كان لسه بيحبها فقرروا يرتبطوا ببعض فترة قبل ما يتجوزوا. ولما خلفت منه ابنه تشارلي قرر توماس انه يتجوزها ويكملوا بقية حياتهم مع بعض. بنشوف جريس هنا وهي بتقول ان تصرفاته مش عاجباها، وفهمت انه ما ينفعش يفكر في الشغل يوم جوازه، وقال لها توماس هحاول وسابها وخرج. وفي الوقت ده كانت ليزي بتتكلم مع ارثر ومايكل، ومتضايقة جدا علشان حبيبها انجل الايطالي اللي هم حرقوا الحانة بتاعته، وبتقول لهم انهم بيحبوا بعض وناويين يكملوا حياتهم مع بعض. لكن اعترض مايكل على كلامها وعرفها ان حب الايطاليين ممنوع طول ما هي بتشتغل مع عيلة شيلبي. وقعدوا كلهم بعد كده، وقف ارثر وقال خطاب في حق توماس بمناسبة الجواز، وبيقفوا كلهم وبيقول لهم توماس انه فرحان ان كلهم متجمعين مع بعض يوم جوازه، وبيبدأ الاحتفال. وبنشوف العمة بولي وهي واقفة مع راجل روسي وبيقول لها تعرف توماس انه عاوز يتكلم معاه بخصوص الشغل اللي بينه وبين الروس، وبيروح بعد كده فعلا عشان يقابل توماس. وبيوقفوا ارثر وجون وبيفتشوا ارثر عشان يتأكد انه مش معاه سلاح، وبعدها بيجي توماس وبيتكلم معاه. وهنا بنعرف ان توماس بيشتغل مع الروس في تجارة السلاح، علشان كان في حرب في روسيا بين القادة النبلاء واللي كانوا بيسموهم ساعتها الدوك والاتحاد السوفيتي الاشتراكي، وكان توماس بيتعامل مع القادة النبلاء ضد الاتحاد السوفيتي وبيعرض لهم اسلحة من وقت للتاني. وبيكون الروسي موجود مع توماس بخصوص اتفاق كان بينهم علشان يسلم توماس فلوس كعربون لأسلحة يوردها لهم بعدين. لكن اللي فاجئ توماس انهم حضروا يوم جوازه، وده اللي كان مضايقه، واتضايق اكتر لما قالوا الروسي ان كمان الفلوس مش معاه، وان اللي جايب الفلوس واحدة من عيلة القائد النبيل اللي توماس بيتعامل معاهم، وعرفوا انها في محطة القطر. وهنا قال له توماس انه هيبعت حد يجيبها، ولما سألوا الروسي هتبعت مين قال له توماس انه هيبعت الشرطة، وعرفوا ان المدينة كلها تحت سيطرته. وبالفعل بعت توماس المأمور بنفسه عشان يجيبها، ولما وصلت للقصر استقبلها توماس وهو متضايق وكلمها بطريقة وحشة، واستغربت الدوكة من مقابلة توماس لها العنيفة رغم انها من النبلاء. وقال لها توماس ان ما كانش ينفع يكلموها عن الشغل يوم جوازه، وطلب منها تسلمه الفلوس وتخرج من المدينة كلها وترجع بيتهم. وفعلا اول ما استلم الفلوس قال للمأمور يوصلها مكان ما جابها وسابها ومشي. وبنشوف العمة بولي وهي في الحفلة وقاعدة مع واحد وبيتعرفوا على بعض، وكان باين من طريقتهم انهم معجبين ببعض، وقال لها انه بيشتغل رسام وعايش في لندن، وطلب منها تزوره هناك، وقالت له العمة بولي انها تفكر في الموضوع. واول ما رجع توماس بالعربية اتكلم معاه ارثر وقال انه ما كانش ينفع يتعامل مع الروس، وعرفوا انه مش بيثق فيهم. لكن توماس اعترض على كلامه وعرفوا ان الشغل معاهم هيكسبنا فلوس كتير، وقال له كالعادة انه عارف هو بيعمل ايه. وبعد ما انتهت الحفلة بيروح ارثر هو ومراته ليندا الكنيسة وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وهنا بنعرف ان ليندا متدينة جدا، ومن ساعة ما اتعرف عليها ارثر واتجوزه وهو عاوز يتغير ويبطل شغل العصابات للابد ويعيش معاها في سلام. تاني يوم بيروح توماس المينا وبيدخل مكتب رئيس العمال وبيتكلم معاه بخصوص اسلحة وعربيات مصفحة كانت متهربة من الجيش وموجودة في المينا، وقال لرئيس العمال يديله مفاتيح الرصيف اللي موجودة فيه الاسلحة دي، لكن بيرفض رئيس العمال لان الحاجات دي مسؤولة منه. وهنا هدده توماس بالقتل وفهمه انه عارف عنه كل حاجة، وانه هيقتل عيلته كلها لو ما عملش اللي هو بيقول له عليه. وخاف رئيس العمال على عيلته لانه كان عارف مين هو توماس شيلبي، ونفذ اوامر توماس. ساعتها توماس اداله فلوس وسابه ومشي، راح للرصيف بتاع المينا اللي فيه الاسلحه والعربيات المصفحه وشافها هناك فعلا. بعد كده بيروح توماس علشان يقابل دوك من النبلاء بتوع الروس، لكن لما بيوصل هناك مش بيلاقي غير القسيس جون هيوز واللي بيشتغل كوسيط بينه وبين القادة الروس. وبيسألوا توماس عن الدوك، لكن بيقولوا القسيس انهم مش واثقين انه هيقدر يجيب لهم العربيات المصفحة اللي هم عاوزينها. واستهزأ بتوماس وفهمه ان الدوك اكبر من انه يجي بنفسه علشان يقابل غجري. واتضايق توماس وعرفه انه راح المينا وشاف العربيات المصفحة بنفسه. وهنا سألوا القسيس عن عددهم علشان يتأكد انه شافهم فعلا، وقال له توماس انهم 27 عربية مصفحة، وعرفوا انهم تحت ايده ويقدر يسلمهم في اي وقت. واستغرب القسيس ان توماس قدر يوصل لهم فعلا، واداله ورقة فيها عنوان الدوك في لندن، وطلب منه يروح
يروحوا يقابلوا النهارده. وفي الوقت ده ارثر وجون وبقيه العصابه كانوا قاعدين مع بعض، وبيدخل عليهم راجل ايطالي واسمه فنجينيتي تشانكريتا، وكان معاه رجالته. وبدا كلامه وقال لهم ان من سنتين قدر توماس انه يتغلب على سابيني، ومن ساعتها مفيش اي خلافات بين الايطاليين والبيكي بليندرز، وعرفهم انه مش موافق على حرق الحانه بتاعت ابنه انجل، وفهمهم انه مستعد يدفع اي مبلغ وانهم هيفضلوا بعيد عن المدينه وعن سباقات الحصانه كمان، وفي المقابل محدش يتدخل في شغلهم. لكن استهزأ جون بكلامه وفهموا انهم ما يعرفوش اي حاجه عن حرق الحانه. وهنا اتعصب فنجينيتي وقال لهم ان ابنه ليه الحق انه يتكلم البنت اللي هو عاوزها في الوقت اللي هو عاوزه. واستهزأ جون بكلامه للمره الثانيه وقال له لو ابنك قرب من ليزي تاني هضربه بالنار. وتعصب فنجينيتي وقال لهم انه مش هيسكت على اللي بيحصل، وسابهم ومشي. وبعد كده بتقعد العمه بولي مع جون وبتفهمه انه ما كانش صح انه يكلم فنجينيتي بالطريقه دي، وعرفته انهم هيدخلوا في حرب مع الايطاليين بسبب اللي حصل. وقالت له ان ارثر بيرجح انك تعتذر له، وانا بقول انك تروح له وتتفاوض معاه لاننا مش عاوزين ندخل في حرب جديده مع الايطاليين. لكن جون اعترض على كلامها وقال لها ان الايطاليين انتهوا من ساعه ما اتغلبوا على سابيني، وعرفها انهم مش بيخافوا منهم وان كل اللي بيعملوه مجرد كلام، لكن وقت الفعل محدش فيهم هيقدر يعمل معانا حاجه. واتضايقت العمه بولي جدا من رد جون وقالت له انها هتعرف توماس باللي حصل. وساعتها اتعصب جون وقال لها تعمل اللي هي عايزاه وسابها ومشي. وبنشوف توماس بعد كده وهو قاعد في القصر بتاع الدوك ميخائيل، وبيكلموا الدوك عن نفسه وعن اصوله النبيله، وعرفوا ان البنت اللي قابلها قبل كده وخد منها الفلوس تبقى بنت اخوه اسمها تاتيانا. فهموا انه بيثق في عيلته جدا. وهنا توماس كلمه وقال له بمناسبه الثقه ممكن تقول لي هتقدر تدفع لي فلوس الاسلحه ازاي؟ وفهموا انه عارف انهم بسبب الحرب اللي بينهم وبين الاتحاد السوفيتي خسروا كل فلوسهم وما بقاش معاهم غير اللي يعيشهم وبس. واتضايق الدوك جدا وقال له ان كل الكلام اللي هو سمع عنه مش صح، وان هم اللي قاصدين يوصلوا الصوره دي للناس علشان يقدروا يخططوا للحرب من غير ما حد ياخد باله. طلع قطعه الماس من جيبه واداها لتوماس وقال له اعتبرها عربون الاسلحه والعربيات المصفحه اللي احنا طالبينها منك. وعرفوا ان معاهم كميه كبيره قوي من الالماس، وفهموا انهم هيدفعوا ثمن الاسلحه اللي هم طالبينها الماس، واتفقوا على كده. ورغم ان العمه بولي فهمت جون انهم مش عاوزين يدخلوا في حرب جديده مع الايطاليين، لكن جون ما سمعش كلامها وبيروح لانجل وبيفضل يضرب فيه وبيفقع له عينه. وفهموا انه بيضربه بامر من البيكي بليندرز. ولما عرف توماس اللي حصل راح علشان يقابل عيلته، وقف قدامهم وقال لجون ارثر طلب منك تعتذر للايطاليين، والعمه بولي اقترحت عليك انك تروح وتتفاوض معاهم وانت ما سمعتش كلامهم. وساعتها جون كان ساكت لانه افتكر ان توماس زعلان منه بسبب اللي حصل، لكن اتفاجئوا بيه وهو بيقول لجون انه كان صح في قراره، وقال لهم لو اعتذرنا مره هنعتذر على طول، والايطاليين لو ما شافوش قوتنا هيفتكروا اننا ضعفنا وساعتها مش هيسكتوا. وامرهم انهم يروحوا ويحرقوا الحانات بتاعه الايطاليين كتحذير ليهم علشان ما يفكروش يتحدوا البيكي بليندرز، وسابهم ومشي. وفي الوقت ده انجل كان في المستشفى وبيتألم من الاصابه اللي سببها له جون، ولما عرف فنجينيتي اللي حصل لابنه امر واحد من رجالته انه يقتل توماس لانه افتكر ان هو اللي امر جون انه يعمل كده. وكان توماس ساعتها في البيت وقاعد مع جريس وقال لها تغمض عينيها علشان هو عامل لها مفاجاه، ولبسها سلسله فيها قطعه الالماس اللي خدها من الدوك ميخائيل وفرحت بيها جريس جدا. وبنعرف ان توماس افتتح جمعيه خيريه في مدينه برمنجهام علشان يقدر عن طريقها انه يقنع الناس انه بيعمل عمل خيري، لانه كان بيخطط انه يبقى العمده بتاع المدينه ويرشح نفسه لمجلس الشعب. وكان عامل حفله بالمناسبه دي وعزم فيها ناس كبار في البلد علشان يجمع منهم التبرعات. وطلب توماس من جريس انها تلبس السلسله دي يوم الاحتفال علشان هتبين جمالها اكتر، لانها هتبقى المسؤوله عن جمع التبرعات في الحفله. ويوم الاحتفال كان توماس واقف هو وجريس وبيرحبوا بالناس، وبيكون من وسط المعزومين في الحفله الدوكا تاتيانا، وبتيجي وبتتكلم مع توماس وجريس وبتعرفهم انها مبسوطه انها شاركت في العمل الخيري ده. وبتكون جريس مبسوطه بالحفله وفخوره بان جوزها توماس يعرف الناس دي كلها. فجاه ظهر واحد ايطالي في الحفله ورفع مسدسه على توماس وبيقول انه بينتقم لانجل وضرب عليه نار، لكن الرصاصه جت في جريس وماتت في ساعتها. واتصدم توماس من اللي بيحصل وفضل قاعد في الارض واخد جريس في حضنه، وهجم على الايطالي ارثر وجون وفين وفضلوا يضربوا فيه. وبعد اسبوعين بنشوف توماس وهو قاعد حزين عند قبر جريس، وبعد كده بيرجع القصر وبيدخل مكتبه، وبيدخل عليه ارثر وجون عشان يتكلموا معاه وبيحاولوا يهونوا عليه. وعرفوا انهم راحوا المستشفى اللي كان فيها انجل وخلصوا عليه وقتلوا معظم الايطاليين اللي تبعهم، والباقي هربوا لنيويورك. وقالوا له ان فنجينيتي قرر انه يهرب هو كمان لنيويورك. وهنا قال لهم توماس تتصرفوا وتجيبوه، وعرفهم انه عاوزه حي علشان يقتله بنفسه. بالفعل تاني يوم قدر ارثر وجون انهم يقبضوا على فنجينيتي، وكان معاه مراته وترجتهم انهم يسيبوه عايش، وفهمتهم انهم هيسافروا نيويورك ومش هيشوفوا وشهم تاني، لكنهم رفضوا يسيبوه. وطلع جون مسدسه وقال له لو ما جتش معانا دلوقتي هنقتلك قدامها. وساعتها حضن فنجينيتي مراته وقال لها انه هيفضل يحبها للابد، وسابها وراح معاهم. وبنشوفه بعد كده هو قاعد على كرسي، وكان جون وارثر مقلعين هدومه ورابطين ايده، وقعد توماس قدامه وفضل يتكلم معاه ويستفزه، لكن فنجينيتي كان بيترعش وما قدرش يرد على توماس خالص. واتضايق توماس انه ما كانش بيرد عليه، وقال له انه مش هيكتفي بموته، وعرفه انه هيفضل يعذب فيه طول اليوم وبعد كده يقتله. وساعتها ارثر ضربه بالنار وقال لتوماس كفايه لحد كده، وفهمه انهم مش همج وسابه ومشي. وفضل توماس واقف قدام جثه فنجينيتي وهو مصدوم، وقال لجون يتخلص من الجثه وسابه ومشي هو كمان. وبعدها بيروح توماس البيت وبيقعد مع ابنه تشارلي وبيفضل يلعب معاه.
وتاني يوم بيروح توماس عشان يقابل الدوك ميخائيل، وكان معاه مراته إيزابيلا وبنت أخوه تاتيانا والقسيس جون هيوز، وقاعدين وبياكلوا، وبيقعد معاهم توماس وبيشرح لهم خطته في سرقة العربيات المصفحة من المينا، وبيعرفهم ازاي يقربها في القطر اللي رايح لندن وهيسلمها لهم هناك. من الكلام اللي دار بينهم توماس خد باله ان مرات الدوك هي اللي مسؤولة عن كل حاجة، وكتب لها على منديل ان عنده اسرار. ولما خلص كلامه قاموا عرفهم انه مرضيش ياكل معاهم لان القسيس جون قاعد معاهم، واستأذنهم وسابهم وخرج. وامرت ايزابيلا تاتيانا انها تقوم وتوصل توماس، ولما خرجت وراه قال لها توماس انه عارف ان القسيس جون هيوز بيشتغل مع الاتحاد السوفيتي ضدهم، وقال لها انه عاوز يقتله. واستغربت تاتيانا من اللي هو بيقوله، لكن توماس قال لها انه متاكد من كلامه، وطلب منها تعرف الدوكا ايزابيلا بالموضوع ده، وفهمها انه مش هيكمل الصفقه معاهم الا لما يوافقوا انه يقتل القسيس جون، وسابها ومشي. ونشوف العمه بولي بعد كده وهي في الكنيسه، وراحت هناك علشان تعترف للقسيس عن ذنوبها، وقعدت معاه وعرفته انها من عيله شيلبي، وحكت له انها قتلت قبل كده المفتش كيمبل، وفهمته انها من ساعتها وهي حاسه بالذنب، وعرفته انهم هيقتلوا راجل دين علشان متورط في حاجات تخص شغلهم، وقالت له انها خايفه لا يكون قتل راجل الدين ده ذنب ربنا مش هيغفره ليهم. وحاول القسيس يعرف منها السبب لكنها ما ردتش عليه وسابته وخرجت من الكنيسه. وفي الوقت ده توماس كان مجتمع مع اخواته وبقيه العصابه، وحكى لهم على الاتفاق اللي حصل بينه وبين الروس بخصوص سرقه العربيات المصفحه من المينا، وقال لهم ان العمليه دي هيكسبوا فيها فلوس كتير، وعرفهم ان الفلوس اللي هيكسبوها من العمليه دي هتتوزع عليه هو واخواته بالتساوي، وبعدها هيبطلوا اي شغل غير قانوني للابد، وشغلهم كله بعد كده هيبقى قانوني، وهيتنقل شغلهم القانوني كله لامريكا، لانه قعد جريس قبل ما تموت انه هيبطل شغل العصابات للابد. وقال له ارثر وانا كمان وعدت ليندا ان انا بعد ما نخلص عمليه السرقه دي هاخدها ونسافر لاي بلد تانية ونعيش في سلام ونبعد عن اي حاجه تربطنا بالماضي. ولما بيرجع توماس مكتبه في القصر بتاعه بيتفاجئ بالدوكا تاتيانا وهي مستنياه هناك، وراح بيها توماس وسالها عن سبب الزياره، وعرفته تاتيانا انها جايه عشان تبلغه ان الدوكا ايزابيلا وافقت على طلبه في قتل القسيس جون هيوز. وراح بعد كده للعمه بولي وقعدوا يتكلموا مع بعض، وقالت له العمه بولي انها قلقانه من موضوع قتله للقسيس، لكن توماس قالها تطمن وفهمها انه مش معرف الموضوع ده لاي حد غيرها. وفي الوقت ده القسيس جون هيوز كان في الكنيسه بيقابل القسيس اللي العمه بولي كانت بتعترف له بذنبها، وحكى له القسيس على كل حاجه قالتها له العمه بولي، وفهم ساعتها انهم ناويين يقتلوه وقرر يتصرف. وتاني يوم بيروح توماس للمكان اللي فيه القسيس جون عشان يقتله من غير ما حد ياخد باله، وكان واقف وبيراقبه من بعيد، واول ما القسيس دخل المبنى دخل وراه توماس علشان يقتله، لكن اتفاجئ بناس طلعت عليه وخدوا منه المسدس وفضلوا يضربوا فيه، وكان ساعتها القسيس جون واقف وبيتفرج عليه وهو بيتضرب. ولما توماس فقد الوعي خدوه المكان تبعهم وحاولوا يفوقوه، وطلب منه القسيس انه يروح للدوك ميخائيل ومراته ويقول لهم انه كان غلطان، وان القسيس جون مش بيشتغل مع الاتحاد السوفيتي ولا حاجه، ويعرفهم ان دي كانت معلومات غلط حصل عليها من ناس كانت عاوزه تخلص من القسيس، وهددوا انه لو ما عملش كده هيقتلوا ابنه تشارلي. وبعدها خدوا توماس بالعربيه ورموه قدام القصر بتاعه. واول ما دخل توماس مكتبه وهو تعبان كلم اخواته وقال لهم يزودوا الحراسه بتاعه القصر بتاعه علشان ما حدش يقرب من ابنه، ورغم ان توماس شدد الحراسه على القصر لكن كان خايف على ابنه. وبيروح بعد كده علشان يقابل الدوك ومراته، وكان معاهم القسيس، وقعد معاهم توماس وقال لهم انه غلط في حق القسيس جون، وعرفهم ان كل المعلومات اللي قالها عنه غلط، واعتذر للقسيس قدامهم، وكانوا كلهم مستغربين من كلامه، واستأذنهم توماس وسابهم ومشي. وراح لاخته ايدا البيت وما كانش قادر يمشي، وكانت ايدا بتسنده وهم نازلين على السلم، وقعد توماس وقال لها تاخده للمستشفى علشان هو في الغالب عنده ارتجاج في المخ. وبالفعل لما راح المستشفى طلع عنده ارتجاج في المخ، وقدرت المستشفى انها تعالج توماس. ولما فاق جاله مايكل وفهمه انه عرف بموضوع القسيس، وعرفه انه يقتله بنفسه. وبعد 3 شهور قدر توماس انه يستعيد صحته، وبنشوفه وهو قاعد وبيتكلم مع تومي، وبيقول له انه اشترى ارض جنب القصر بتاع الدوك ميخائيل، وطلب منه يحفر حفره تحت الارض في البيت اللي في الارض دي. وهنا بنعرف ان توماس عرف ان الالماس موجود في اوضه في البدروم اللي في القصر بتاع الدوك ميخائيل، وقرر انه يسرق الالماس اللي هناك كله، وفهم ان الطريقه الوحيده علشان يقدر يعمل كده هي انه يحفر نفق كامل يوصل بيه من الارض اللي اشتراها للاوضه بتاعه الالماس اللي في القصر. وفي الوقت اللي هم بيتكلموا فيه بتيجي الخادمه وبتقوله ان اخواته موجودين، وكمان في واحد جه وبيقول على نفس اليهودي التايه. وراح توماس عشان يقابل إلف سولومونز وقعدوا يتكلموا مع بعض. وهنا قال له توماس انه بيشتغل مع الروس، وعرفوا انهم ناويين يدوا الماس مقابل الاسلحه اللي هيوردها لهم. ولان إلف كان بيفهم كويس جدا في الالماس فبعت له توماس علشان يروح معاه ويعين الالماس اللي هياخده منهم. وقال له إلف ان عنده ناس ممكن تشتري الالماس منه بسعر كويس جدا، واتفق على كده. وبعد كده دخل اخواته عليه المكتب، واتصدم ارسل لما شاف إلف عند توماس، واتضايق جدا بسبب الخلاف اللي كان بينهم قبل كده. لكن إلف اتكلم معاه واعتذر له على اللي حصل منه زمان، وعرفهم توماس انه محتاج إلف معاهم علشان هو اكتر واحد هو عارفه بيفهم في الالماس. وراح توماس بعد كده هو واخواته للقصر بتاع الروس علشان يشوف الالماس ويعاينه بنفسه قبل ما يسلمهم الاسلحه. واستقبلتهم الدوكا تاتيانا على باب القصر، ودخلوا كلهم مع بعض. ونزل توماس بعد كده مع تاتيانا للاوضه اللي فيها الالماس، وكان مستنيه تحت الدوك ميخائيل ومراته، وكان معاهم إلفي علشان يعاين الالماس
الالماظ مع توماس، وشاف إلفي الالماظ وفضل يعاين فيه قطعة قطعة، وفي نفس الوقت بيتفق معاهم على سعر كل قطعة علشان يكمل المبلغ اللي طالبه توماس مقابل الاسلحة. وبعد ما خلص إلفي المعاينة قدر توماس انه يتفق مع الدوق على القطعة اللي اختارها إلفي مقابل الاسلحة. وبنشوف توماس بعد كده وهو واقف مع الناس اللي طلبها علشان تحفر النفق في الارض اللي قال عليها لتومي، وقعد معاهم توماس وكان بيشرح لهم الخريطة اللي رسمها للقصر، وبيعرفهم ازاي هيوصلوا لهناك عن طريق النفق، وفهمهم انهم مش هيكتفوا بالالماظ اللي اتفق عليه معاهم، وعرفهم ان ناوي ياخد كل الالماظ اللي هناك. وبنشوف عيلة شيلبي بعد كده وهم موجودين في مؤسسة جريس التعليمية المجانية اللي افتتحها توماس لابناء الفقراء، وبتقف العمة بولي وبتقول خطاب بالمناسبة دي، وبيكون توماس موجود هناك ومعاه ابنه تشارلي، وبيقف بعد كده وبيقول للناس ان اطفالهم هيبقوا تحت رعايتهم في امان، وعرفهم انه هيهتم بيهم لحد ما يكبروا ويقدروا انهم يحصلوا على وظائف محترمة بشهادتهم. وبعد كده بيروح توماس وبيقف قدام لوحة مرسومة لجريس، وبيجيله القسيس جون وبيقول له ان هو مراقبه وان ليه رجالة في كل مكان، وبيفهمه انه هيخصص لنفسه مكتب في مؤسسة جريس التعليمية، وبيعرفه انه هيبقى ياخد الاطفال اللي في المؤسسة للكنيسة من وقت للتاني. وقال لتوماس ان خلال ال 24 ساعة اللي جايين هيطلب منه حاجات يعملها، وهدده انه لو ما نفذهاش ابنه تشارلي هو اللي هيدفع الثمن. وبيخرج توماس علشان يقابل الناس اللي في الافتتاح، وبيتصور معاهم وهو شايل ابنه تشارلي، وبتيجي واحدة من الخدم وبتاخد منه تشارلي. وبعد ما بيخلص توماس تصوير مع الناس مش بيلاقي تشارلي، ولما بيسأل اخواته عن مكانه مش بيكونوا عارفين، وبيفضلوا يدوروا كلهم عليه. وبيطلع توماس من المؤسسة وهو هيتجنن، وبيفضل ينادي على تشارلي على امل انه يلاقيه، لكن بيجي ارثر وبيعرفوا ان في ناس شافته وهو مخطوف في عربيه، وبيحاول يطمنوا بيقولوا انهم بلغوا الشرطه وهيروحوا كلهم عشان يدوروا عليه. وطلب منه يروح هو والعم بولي المقر بتاعهم ويقعد جنب التليفون ويستنى منه مكالمه. وبالفعل بيوصل توماس والعم بولي هناك وبيكونوا قلقانين على تشارلي، وبتدخل عليهم ايدا وبتقول لتوماس ان في قسيس مستنيه في العربيه. ولما بيخرج توماس علشان يقابله بيكتشف انه القسيس جون، وبيعرف توماس ان ابنه معاهم. وساعتها قال له توماس انا تحت امرك، هعمل لك كل اللي انت عاوزه بس ترجع لي ابني. وقال له القسيس اول حاجه هتفجر القطر اللي هتحط فيه العربيات المصفحة والأسلحة بتاعت الدوق ميخائيل علشان نضمن انهم مش هيحصلوا على الأسلحة دي، وبالتالي مش هيقدروا انهم يتحدوا الاتحاد السوفيتي. وتاني حاجة انا عرفت انك بتخطط لسرقة الالماظ اللي معاهم، وبتحفر نفق هتقدر عن طريقه انك توصل للأوضة اللي فيها الالماظ، وانا عاوزك تكمل في الموضوع ده وتجيب لي الالماظ كله بكرة الصبح. واتصدم توماس ان القسيس عارف كل ده، وفهمه ان الحفر هيستمر لمدة يومين ومش هنعرف نوصل هناك قبل كده. وقال له القسيس كل ده ما يخصنيش، تفجر القطر وتجيب لي الالماظ بكرة الصبح تاخد ابنك، ولو ما عملتش كده بكرة الصبح برضه هتكون في الجنازة بتاعت ابنك. واضطر توماس انه يوافق علشان كان خايف على ابنه تشارلي. واجتمع بعد كده باخواته وطلب منهم يحطوا متفجرات في القطر اللي هيكون في الاسلحه والعربيات المصفحه. واتصدم اخواته من اللي هو بيقوله، لكن توماس عرفهم انهم هيفضلوا في محطه القطر لحد الفجر ويستنوا منه تليفون علشان يلغي عمليه التفجير، لكن لو ما كلمهمش فده معناه انهم هيفجروا القطر في ساعتها. وبعدها بيروح توماس علشان يقابل إلفي سولومونز، وبيديله إلفي ورقه فيها اسامي الناس اللي هتشتري منه الالماظ زي ما اتفقوا. ولما بيتكلم معاه توماس بيفهم ان إلفي هو اللي بلغ عن موضوع سرقه الالماظ للقسيس. ساعتها طلع مسدسه وصوبه على إلفي واتعصب عليه، وعرفوا انهم خطفوا ابنه، وهجم على إلفي ووقعه على الارض، لكن المساعد بتاع إلفي مسك توماس وصوب عليه المسدس. وفجأة ظهر مايكل وقتل المساعد بتاع إلفي. ووقف إلفي وفهم توماس انه ما كانش يعرف انهم هيخطفوا ابنه، وقال له على العنوان اللي موجود فيه القسيس. وساعتها توماس امر مايكل انه يروح للعنوان على امل انه يلاقي ابنه هناك، وطلب منه يقتل القسيس وساب إلفي ومشي. وراح لتوم الارض اللي بيحفروا فيها النفق علشان يحفر معاهم، علشان لو مايكل ما لقاش ابنه هناك فساعتها هيبقى مطلوب منه انه يسلمهم الالماس في الميعاد والا هيقتلوا ابنه. وبالفعل نزل النفق وحفر معاهم. وفي الوقت اللي توماس بيحفر فيه النفق اخواته كانوا بيحطوا المتفجرات عند القطر زي ما قال لهم توماس. وفي نفس الوقت ده مايكل قدر يوصل للقسيس جون ودخل عليه المكان وهدده بالسلاح. واتصدم القسيس وقال له ان تشارلي موجود معاه، وفهمه انه هيسلموا الطفل من غير اي مقاومه. لكن فجاه ضربوا القسيس ووقع منه المسدس، وفضلوا يضربوا في بعض، لكن في النهايه قدر مايكل انه يتغلب عليه وقتله. وعلشان كده حاول فين يروح محطه القطر بسرعه علشان يقول لاخواته ما يفجروش القطر، لكنهم فجروا القطر قبل ما يوصل له. وبيكون توماس في الوقت ده قدر انه يطلع من النفق ومعاه الالماظ، وقدر مايكل هو كمان انه يوصل المقر بتاعهم ومعاه تشارلي. واول ما توماس عرف اللي حصل رجع البيت بسرعه ودخل لابنه الاوضه وخده في حضنه. وبنشوفه بعدها وهو واخد معاه الالماظ وراح عشان يقابل الدوقه تاتيانا. وهنا بنعرف انها اتفقت معاه انه يسرق الالماظ من الدوق ميخائيل ومراته، وفهمته انها تشتريه. وبالفعل اول ما سلمها توماس الالماظ ادت له شنطه فيها ثمن الالماظ اللي هو سرقه كله، وعرفته انها ناويه تسافر للنمسا وهتعيش هناك، وقالت له لو فكرت تروح هناك يبقى تعالى زورني. لكن توماس قال لها انه مش ناوي يروح هناك، وخد شنطه الفلوس وسابها ومشي. ورجع البيت وحط الفلوس كلها على المكتب قدامه وقعد مع عيلته، واعتذر لهم على المشاكل اللي حصلت الفتره اللي فاتت بسببه، واعتذر لارثر وفهمه انه كان عنده
حق لما قال له ما يشتغلش مع الروس، ووزع عليهم الفلوس وقال لارثر دلوقتي تقدر تسافر انت ومراتك وتعيش في سلام، وقال لجون وانت كمان تقدر تشتري بيت في اي بلد وتعيش مع مراتك واولادك في سلام. وخدوا كلهم الفلوس وكانوا فرحانين. لكن توماس فاجئهم وقال لهم ان اعدائهم اللي هم قتلوا القسيس اللي تبعهم امبارح قدروا انهم يتحكموا في الشرطه وفي القضاء وفي السجون، واستغربوا كلهم من اللي توماس بيقوله. وهنا توماس عرفهم ان كلهم مطلوب القبض عليهم، ارثر وجون بتهمه تفجير القطر، ومايكل بتهمه قتل القسيس جون هيوز، والعم بولي بتهمه قتل المفتش كيمبل. برغم ان توماس هو رئيس العصابه لكن هم اللي نفذوا كل العمليات دي، وعلشان كده الشرطه ما قدرتش انها تقدم اي تهمه ضده. واتصدموا كلهم وقالوا لتوماس بس احنا عملنا كل ده علشانك وانت اللي طلبت مننا نعمل كده. ساعتها توماس حاول يطمنهم وعرفهم ان اتفق مع ناس اقوى من اعدائهم، وعلشان كده هيقدر يخرجهم من السجن في اسرع وقت، وفهمهم ان لما الشرطه تيجي تقبض عليهم محدش يقاوم. وامر ليزي تاخد الفلوس منهم تاني وقال لهم فلوسكم معايا في امان وهتاخدوها في الوقت المناسب. وساعتها كلهم بصوا لتوماس وهم متضايقين وكانوا هيتجننوا لان تهمه كل واحد فيهم عقابها الاعدام، وخرجوا بسرعه علشان يهربوا. لكن اول ما طلعوا من المكتب لقوا الشرطه مستنياهم وقبضوا عليهم وخدوهم كلهم في العربيات ومشوا. واللي كان في موقف صعب في الوقت ده ومطلوب منه يحل كل حاجه هو توماس. وانتهى الموسم الثالث من المسلسل، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقيه الافلام يشترك ويفعل الجرس.